الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الاول بالنادي الاهلي لكرة القدم يعلن عن اصابة حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي بشد من الدرجة التانية في العضلة الضمة. وطبعا احنا كلنا شفنا الموضوع دوت في الماتش اللي فات بخروجه ونزول مصطفى شوبير. بصراحة يا اخوانا انا مبسوط وزعلان في نفس الوقت. زعلان طبعا لاني ما اتمناش الشر ولا الاصابه لاي بني ادم على وجه الارض، مش شرط يكون لاعب كره قدم. ومحمد الشناوي اخلص واوفى وادى للنادي الاهلي كتير بصراحه وجاب للنادي الاهلي بطولات، لكن مصطفى شوبير من حقه انه يظهر للنور. يا اخوانا حارس بامكانيات مصطفى شوبير، وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام، لما نزل في الكام دقيقة بتوع المباراة اللي فاتت شبيبة القبائل الراجل عمل حوالي اكتر من 3 انقاذات مهمين جدا جدا جدا. فالحاجة الإيجابية إن إحنا هنشوف مصطفى شوبير أساسي الكام ماتش اللي جاي مع النادي الأهلي، سواء في دوري أبطال أفريقيا خارج البلاد أو داخل البلاد، وكمان في الدوري المصري. سلامات لمحمد الشناوي ومبروك ظهور مصطفى شوبير للنور من جديد وحراسته للنادي الأهلي.